هو ايه الزهق اللي الواحد فيه ده بقى؟ ياه. بفكر اعمل حاجة جديدة، بس ايه هي؟ الله. طب ما تقومي يا بنت كده تدخلي المطبخ وتعملي وصفة جديدة. هو انتي الصبح مش متفرجة لسه على فيديو بتاع نادية السيد؟ يلا يا بنت قومي بهري العيال بوصفاتك الرهيبة. الله. وبعدين انتوا رايحين فين؟ يلا بينا على المطبخ، تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة كده صلوا بينا على النبي. جبنا بولة كبيرة، الطبق اللي هنحط فيه المكونات، وحطيت فيه 4 دقيق. بصوا يعني بعيدا عن اي حاجه فكوكوا كده من المكونات اللي انا عاملاها، لان انا مضاعفه الكميه. باظت بقى، فشلت، مرميش فشلي على الست نادية السيد، الشيف الفظيع. لكن انا بجرب ضعف الكميه، وهي قالت كده لو عايزين تضعفوا الكميه ضعف، بس انا هقول لكم على الوصفه اللي هي قالتها بالظبط. هي كانت وصفتها ان احنا هنحط 3 دقيق، عليهم 1 سكر، عليهم 1 كاكاو، وعليهم نص او ربع معلقة بيكنج باودر صغيرة، رشة ملح، ونقلب بقى المكونات زي ما انا بعمل كده بالظبط. قلبت المكونات الجافة ديت مع بعض. احلى حاجة في الوصفة دي ان هي ما فيهاش بيض نهائي، فموفرة كده وحاجة كده على السريع. وبعد كده بقى ننزل باللبن. اللبن ده عبارة عن ايه؟ هي كانت قايلة 3 معالق كبيرة لبن، بس انا اسكت، قلتلكوا ضعفت الكمية فضعفت اللبن. انا الصراحه مش عارفه انا المضاعفه اللي انا ضعفتها دي كانت صح ولا غلط، فهنشوف دلوقتي. وحطيت معلقه زيت، هي اللي حطت معلقه زيت، لكن انا هنا في الوصفه حطيت 2. وقلبي بقى، الله عليا وعلى تقليبي. مش عارفه ليه المكونات قفشت في بعضها ومش عايزه تتقلب معايا. ما شاء الله عليا. وواضح ان انا ازود لبن، عشان المكونات اللي هي كانت قايلاها تطلع كده زي قوامها زي البشاميل بالظبط. نزود لبن. واضح ان انا الدقيق زودته بزياده، ولا مش فاهمه فيه ايه اللي جرى. بس ازود لبن عشان اوصل للقوام اللي هي قالت عليه. واخدين بالكم ان انا كل شويه بزود لبن وبرده مش قادره اوصل للقوام؟ ما شاء الله، مش فاهمه فيه ايه. بس انا مش هسكت، وهخليني ورا الوصفه لحد لما اجيب القوام اللي هي قالت عليه بالظبط. والله ما هسكت. قعدت ازود لبن 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 لحد لما وصلت اهو، يعني الموضوع ابتدى ياخد الشكل اللي انا شفته في الفيديو بتاعها. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. جبت بقى البولات، جبت بولات صغيره لان المقادير ما شاء الله انا ضعفت الكميه، وبرده المكونات ما طلعتش كتير. حاسه ان انا ناسيه حاجه. الشوكليت قالت هاتوا اي نوع شوكولاته عندكم خام. انا كان عندي الشوكولاته دي لسه جديده، والله لا هفتحها لك مخصوص عشان نجرب الوصفه بتاعتك. مفيش حاجة خسارة خالص في التجارب. ففتحت الشوكولاتة وقلت بنقسمها وبنحط في كل بولة أو كل كوباية أو كل أي حاجة قطعة شوكولاتة. استكبرت المربع دوت، يعني كسرتها أقل شوية. وجبت بقى مسحت البولات لأنها كانت مش لطيفة، يعني ملحوسة كده من الجناب. وبدأت أحط الشوكولاتة، ويا سلام على منظر الشوكولاتة، وحاسة إن الموضوع والاختراع ده هيطلع تحفة. تعالوا بقى نحطها في الفرن ونشوف ايه اللي هيحصل. هي كانت قالت المكونات دي مش هتاخد دقيقة ونص في الميكروويف. انا ما عنديش ميكروويف، يلا اضرب في الفرن على طول. انا هنا قاعدة جنب الفرن، انا نفسي اعرف ايه اللي بيحصل جوه، وهل هتنجح ولا هتفشل. والعيال اللي قاعدة بره دي ومستنية الاختراع اللي انا قلت لهم عليه، وشوكولاتة بقى وعملت لهم موال. ففتحت الفرن وقلت ابص كده بصة، الله، لسه المكونات سايلة خالص مع ان قاعدة ربع ساعة اساسا. فواضح ان الموضوع هيفشل ولا ايه، الله اعلم. واديني وراك. والعيال اللي قاعده متحفزه بره دي ومتحمسه للشوكولاته اللي انا عماله احطها لهم يمين وشمال، وقعدوا يقولوا ماما بتعمل اختراع، ربنا يستر ومحدش يتكلم معاهم، هما اللي وثقوا فيا، انا مالي. مفيش شويه دقايق معدود عدوا، وقلت هفتح عليهم تاني واشوف ايه اللي بيحصل جوه. مش قادره. الله عليا الله عليا وعليكي يا شيف نادية السيد. المكونات ظبطت يعني غرستها طلعت في الكيكه عادي خالص، نفشت والدنيا بقت مظبوطه. حان وقت ان انا اجرب الوصفه الرهيبه دي، وان انا مش مقتنعه ان في كيكه هتتعمل من غير بيض. فدينا نشوف وهنجرب قدامنا، ونشوف الدنيا هتبقى حلوه ولا وحشه ولا ايه نظامها. الشوكولاته اللي جوه سايحه، وبصوا منظرها رهيب رهيب، واخد قلبي كده. فتحت كده، هي سخنه بس هي بتتاكل سخنه علشان الشوكولاته اللي جوه تفضل سايله. يلا بقى ندوق كده مع بعض ونقول ايه راينا. الله. واضح عليا ملامح السعادة، بس والله العظيم حلو. هي اخدنها في الاول كده
ما تحسوا ان انتوا واخدينها في الاول تحس ان هي انا مدلعاها شويه، يعني ما كنت المفروض ازود سكر، بس هي حلو والله العظيم، حلو، جامده جدا وسهله جدا وسريعه جدا. الله عليك يا شيف. على فكره مكوناتها سهله فعلا، بس انا هنا اللي حبيت احط التاتش بتاعي، ويا ريت ما احطش التاتش بتاعي تاني، ولا يعني اخترع حاجه، الوصفه تبقى متاخده زي ما هي المفروض اعملها. ودي الشوكولاته اللي جوه فظيعه كانت، بصوا رهيبه كده وهي سايحه جوه المكونات دي او الكيكه دي او الاختراع دي. بصوا العيال مش صابرين، عايزين يدوقوا دلوقتي. تحفه، جربوها، حلوه جدا.